اما بنحب ناخد اجازه او نغير جو بنحجز في فندق عشان نسترخي ونغير المود بتاعنا. ولكن كان في دايما سؤال شاغل تفكيري، هل من الممكن ان انا اصمم شقتي انها تبقى زي الفندق بالظبط؟ علشان كده قابلت باشمهندس مصطفى عشان يشرح لي اكتر عن الموضوع وازاي ننقل اقامتنا ونحول المكان اللي بنعيش فيه كانه فندق بكل تفاصيله. التصميم هو ده اهم حاجه. اول المشروع ان انا لازم اصمم الاول. حلو. التصميم ده بيتيح لنا كذا حاجه. اول حاجه ان انا اخلي الاماكن بتاعه الفرش تكون مظبوطه، اماكن التاسيس بتاعه التلفزيون بتاعه الكهرباء تكون مظبوطه. في الحمام مثلا قاعده الحوض الشاور البانيو يكون اماكنهم كويسه بحيث ان انا اعرف ان انا استعمل ده. تقصد التوزيعه بتاعت حاجه جوه الغرفه دي اللي بتخلي الناس تبقى مرتاحه نفسيا اكتر. فنادي دايما بتهتم بالاستورج. في الحمامات انا بحتاج فوط منظفات شاور جيل، بحتاج شامبوهات وكده. الحاجات دي لازم تتحط في ستورج معين عشان ما تحسسنيش ان الحمام طول الوقت فيه كركبه. يعني انا بشوف اول حاجه احتياج العميل. في عميل يقول لي انا عايز بانيو، في عميل يقول لي انا عايز شاور. البانيو عموما حاجه للاسترخاء. دايما تلاقي في الفنادق شاورات. الشفاط بنعمله في الحمام، بنستخدم الجبسون بورد عشان نحط شفاط في السقف. الاضاءه اصلا بتاعت بطاط وكده جبسون بورد. طيب في نقطة بقى تانية عايز أكلمك فيها، فكرة التكييف المركزي، يعني إحنا مثلا في الغرفة لو بصينا هنا مثلا هنلاقي في تكييف مركزي هنا وإحنا هنا في جناح، يعني هو مش غرفة، جناح كبير، فهل بتلاقي ده مثلا، هل ده بيطلب؟ لا. ايوه طبعا. الفكره بس ان التكييف المركزي انا عايزه لقد ايه؟ عايزه لشقه فيها 4 5 تكييفات، ولا الاوض بتزيد مثلا عن عدد معين فانا احتاج تكييف مركزي. هو مش كل اللي انتوا بتشوفوه في السقف يبقى تكييف مركزي. انا بحاول احط التكييف في مكان يوزع في الاوضه كلها، ابعده عن السراير. التكييف بقى الكونسيلد ده في منه نوعين، في منه النوع المركزي انت بتقول عليه، وفي منه النوع اللي هو منفصل زي السبليت زي الحائطي بالظبط، مفيش فرق ما بينهم. الفكرة بقى ليه أنا محتاج مهندس أصلا؟ الفكره في السيكونس اصلا. انت عايز تجيب خامات وتوظفها في مكان معين. هل هتعرف ان انت تخلي الصنايعي يسلم الصنايعي؟ تجيب مهندس عشان يوظف لك الخامات في مكانها الصح. انا نوريكم بقى شقه احنا عاملينها فيها كل اللي احنا اتكلمنا عليه. بعد ما شفنا الفندق وصلنا شقة معمولة بمواصفات فندقية، فتعالوا مع بعض نكتشف الشقة من جوه عاملة إزاي. في الديزاين احنا اخترنا ان احنا نعمل مطبخ امريكان. ظبطنا الاضاءه. انا مش عامل ابليك واحد في النص ينور للمطبخ كله. انا عملت جبسون بورد احتاجته في تاسيس ليا انا. ايه بقى التاسيس؟ رقم واحد الاضاءه. انا وزعت اضاءه بحيث اللي داخل المطبخ يعرف يقف عند ساله، يقف عند حوض، هيعمل حاجه على البوتاجاز، الدنيا منوره بالنسبه له. حاجه تانية انا عامل شفاط انت مش شايفه، هتلاقيه فوقيك اهو، يعني بيسحب سحب قوي ومركبينه من بره. احنا بنحتاج شفاطين عشان عندنا نوعين دهون. في دهون متطايره، ده الشفاط اللي في السقف ياخدها، وفي دهون ثابته دي اللي بتطلع من الزيوت. الشفاط اللي فوق البوتاجاز اللي هو الهود يسحب. ده دهان ضد البكتيريا وضد البقع، مختلف عن باقي الدهان اللي في الشقه. نفس اللون بس النوع نفسه مختلف. وفي نفس الوقت برضو احنا معتمدين حاجه اسمها مثلث حركه. لو انت واقف عند الحوض عايز تروح للبوتاجاز تعرف تتحرك. ناخد المقاسات من العميل الاول، او بنقول له انت المفروض تشتري كذا عشان يمشي مع الديزاين بتاعنا او يمشي مع المساحه بتاعتك، وبنصمم على اساسها. بص حاجه برضو من الحاجات اللي العميل كان طالبها، كولدير ده احنا عاملين له تاسيس من حيث الكهرباء ومن حيث التغذيه بتاعه الميه، فأنت أوريدي وأنت بتأسس الشقة أنت مسيستم الموضوع لكده. عشان نفضي مكان. احنا لقينا الحته دي مش مستغله فقلنا نستغلها. ده بقى الحمام البيوت. في كل حاجه، في برضه كل حاجة. كل حاجه. عندك الحوض وعندك فلاش تانك، وده الشاور مقفول بحيث ان ما يطلعش الميه بره. عندي فضول بقى أعرف إيه ده؟ ده سخان فوري، بيوفر مساحه وبيوفر كهرباء وزي الغاز بالظبط، أوكي. بس برضه لازم تاسيس من الاول. نشوف بقية الشقة. الرئيسي بقى. بالظبط ده الرئيسي. احنا حاولنا على قد ما نقدر نخلي فيه مساحات للستورج. عندك ستورج هنا وعندك ستورج هنا. السخان بقى فين هنا؟ احنا حاطينه جوه كابينت من الكابينتس، انت مش شايفه، وبرده موزعين اضاءه وبرده عاملين شفاط سقف. في هنا تركه بقى، انا عامل هنا حساس حركه بحيث ان انا عايزه اول لما يفتح الباب حساس الحركه يلقط حركه يفتح له الاضاءه لوحده. برده عاملين بانيو بكابينه. وده مش باركيه طبعا. ده شبه الباركيه، ده سيراميك مصري شبه الباركيه مصري. شكله حلو قوي. المهم التصميم. بالظبط. المهم اللي بيصمم لك الحاجه بيطلعها عامله ازاي، وهو هنا هيوصل لك ايه في الاخر. هنا العميل كان عايز اضاءه محدده هو طالبها للشغل، وكان عايز ما يعملش جبسون بورد. فاحنا عملنا في التصميم البوتات دي. طب انا بقى لو محتاج اضاءه رئيسيه للاوضه انا عاملها هنا. طيب لو انا بقى عايز الان دايركت لايت اللي اتكلمنا عليه عملنا اباليك فوق الكومودينو. لو انا مش محتاج ان انا انور الاضاءه كلها سواء بتاعه المكتب او بتاعه الاوضه الرئيسيه، فانا نورت من فوق الاباليك. فانت بتنقل رفاهيه الفندق
لشقتك العاديه، والتصميم حاجه زي كده بقى يا باشمهندس بالكامل انت اللي عاملها؟ ايوه، اه ده شغلنا في العفش. اوكي، انت اللي عامل الخشب؟ احنا اللي عاملين الخشب ده، احنا عاملين السراير دي. حلو قوي. عشان انتوا عارفين بقى موضوع المراتب في الفنادق، بحب اجرب. لا مريحه. في برضه هنا اوضه الاطفال معموله بديزاين مختلف عن الشقه خالص، فيها جبسون بورد بليد. ليد فوق في السقف. ده الان دايركت لايت برضه. حلو اللون الازرق ده. بتتغير، الاضاءه بتتغير اوكي كده اصفر. لا 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 لا، حاكم في اللون. درجات حكم في اللون. حلو جدا، جميل قوي. وبرضه المكتب ده احنا اللي عاملينه، يعني العميل جاب لنا صوره وقال لنا احنا عايزين ننفذ زي ده. ملاحظ انا بقى حاجه غريبه، موضوع في زي رابر. حاجة سودا. ده رابر. ده رابر مطاط. الرابر ده عشان لو قفلت الباب جامد ولا حاجه ما يبقاش فيه رزع، وبيكتم صوت وبيكتم تراب برضه. في نهايه الفيديو بقى في حاجه عايز اقول لكم عليها. اما انا جيت اتجوز عشان ما كنتش مؤسس صح وما كنتش مخطط صح، فوقعت في مشاكل كتير جدا. يعني في حاجات كتير انا كنت عاملها غلط. نصيحتي بقى لاي حد بيجهز شقه، ما تالفش، يعني عشان خاطر بعد كده ده قدام الشقه مكان انت بتقعد فيه فترات طويله جدا وبتقعد فيه سنين من عمرك، لازم تكون مخطط له صح. كل الركن في الشقه انت عامله مقتنع بيه ومستريح وانت قاعد فيه، فعشان كده لازم تلجا لحد ليه خبره في المجال، او حد هو شغلانته كده اصلا. شرفت بيك وبجد يعني شكرا على المعلومات الجميله دي حبيبي يا باشمهندس. اشوفك على خير ان شاء الله. اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. سلام.